السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. بليز دعموني بالشير ولايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع صحاباتكم. المورق ندير به طرطه ديال اللوز ان شاء الله تعجبكم. اللي بغات هاد العجينه ديرها ميني طار ديرها، انا غنديرها طرطه وحده. البنات انا غادي نستعمل هاد الجاهز باف بايستري سميتها، شيت كتباع فول مارت. هذه كدير بها الملفاي ولا كدير بها اي حاجه مرقه بغيتي ديري بها. ما كانش عندي الوقت باش نعجن الاخرى، وكانت عندي هذه جاهزه قلت ما نضيعهاش ما نلوحهاش. المهم المقادير اللي فيها عندي هذيك العجينه، عندي 100 غرام ديال السكر كلاصي البنات فاني، عندي 90 غرام ديال اللوز البنات عندي هذا الجاهز. الا عندكم غير هذاك اللي حب طحنوه بقشورو وماشي مشكل، هذاك ني تستعملوه. عندي 80 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، كاينين 2 بيضات، عندي معلقه ديال كوفيتير مربى اللي عندكم، وعندي معلقه صغيره ديال الفورس. هادو هما المقادير. انا غادي نستعمل هذاك المول الطويل، اللي عندها اي مول تستعملوا. بغاتو ديرها طاغطات صغار ديرها، بغات دير طاغطه كبيره في مول داير مربع اللي متواجد عندك. انا هذاك اللي كانت متواجد عندي هو اللي استعملت. هنا غادي نخلطوا المقادير تقريبا كامله. عندي درت دوك 2 بيضات، درت الفاني، عندي 100 غرام ديال السكر كلاصي. غنخلطهم مزيان البنات تنسجموا العناصر وداك البيض ما يبقاش الخيوطه ديالو باينين. المهم اللي عنده الطراب الكهربائي تستعملوا. انا بحكم ما بغيتش نجبد قوه المعن وداكشي استعملت هذا بالخف حيت ساهله ما كتاخذش وقت كبير. هنا غادي ندير هذيك معلقه ديال المربى كيعطي واحد التعليكه غزاله البنات. المربى كيعطي للوز والتعليكه غزاله. كان عندي في الثلاجه شويه ولكن غيبانوا فيه ديك الطرفه غزالين. صافي نتوما راه العجينه حطيتها لكم تما باش تشوفوا. اللي بغات تاخذ اللي بغات تصورها ولا تشوف تقلب عليها، كتباع فول مارت، كتباع فود لاين، كتباع في كروغر، كتباع تقريبا كاع المحلات التجاريه. كتلقايها بلاص حدا الايس كريم فين كيديروا داك لي طاغط كاملين العجينات تما كتكون. هنا درت ديك 90 غرام ديال اللوز مطحون. كي قلتي لما عندكش كان العادي اللوز بيض عادي كديري اللوز بقشور وكطحنيه. هنا نورمال ممكن ندير فيها انا معلقه كبيره ديال الطحين باش يجمع ليا شويه الخليط، وانما ديما كيجيني اللوز ناشف. قلت غادي نشوف غادي نجرب ندير غير معلقه صغيره. درت شتي معلقه صغيره ديال الطحين باش تخليه ليا غير تمص دوك السوائل اللي كاينين، ماشي يختار ليا. هو اصلا غادي تجمع مع الزبده منين غديرو في الثلاجه. صافي هنا غادي ندير داك 80 غرام ديال الزبده، راه هي شتوها بحراره المطبخ، خصها تكون سايله البنات باش تكون مدغيه تذوب لكم معاه. صافي هنا كتخلطي المقادير كامله ساهله البنات وسهله. يعني ديريها اللي ما عندهاش اللوز تقدر دير كاوكاو، ديري بيستاش، ديري اي مكسرات عندك. تقدري تخلطي 3 4 الانواع ديال المكسرات تستعمليهم بها. المهم انا هادشي اللي كانت واجد عندي وعندي في الدار واستعملته. قلت لكم استعملوا ديما اللي عندكم في الدار، ما عمركم تقيدوا بواحد الوصفه. اي وحده دارت وصفه وخاصك ديري تقريبا لي زيتاب اللي عندها. ما عندهاش هاد الحاجه استعملي حاجه اخرى. يعني كتبقى ديما الحياه بسيطه، عيشي الحياه ببساطه وبداكشي اللي عندك. يعني ما تقيديش راسك بحوايج كثارين. عندك الوحده دارت شي مول مربع، ديري انت داير اللي متواجد عندك في الدار استعمليه. يعني باش انت تعيشي حياتك بسيطه، ما تقولش ها بغيت نجرب هذه الوصفه وما عنديش المقادير. فهمتي كيفاش؟ حيت هكا كان كيوقع لي حتى انايا. كنت كنبغي نجرب شي وصفه كنقول صافي راه ما عنديش المقادير ما غاديش نديرها. صافي راك شفتوا البنات الخليط كي كان درتو دابا في الثلاجه يشد على ما نوجد انايا المول ديالي. هادي شفتوا دابا العجينه كي ملي كنحلها في الباكيه كتكون بحال هكا، كيكون فيها 2 عجينات. يعني راه هاد العجينه كافيه غتخرج لك بزاف. وحده غديري بها لاطاغ، غير العجينه الاخرى غادي تقدري ديري بها كرواسه، ديري بها اي حاجه. شتي راه كيجيو جوجات بحال هكا. هانتوما انا حليتها قدامكم باش تشوفوها كي كتجي ونعطيكم لي زيطاب ديالها باش تعرفوا كي دايره. راه كاينه وحده اخرى تما في الباكيه. المهم انا غنستعمل هذه، غادي نطلقها باش نطلقها على قد المول اللي عندي. غادي نجيب الدلاك وغادي نطلقها على حساب المول. البنات دابا نشارك معكم العجينه ديالها، راه غير كي قلت لكم كانت عندي هذه في الثلاجه واضطريت انني نستعملها. غادي نعجنها ان شاء الله معكم ونوريكم لي زيتاب والمقادير ديالها كاملين. صافي هنايا طلقتها سرحتها، غادي نقطعها على حساب المول. كنحط عليها المول صافي، وكتقطعي بجرارها بموس باي حاجه عندك كتقطعي بها. باش خاصك تفرشي هذاك المول بهذيك العجينه. المول خصو يتغطى كامل بالعجينه. ولكن البنات صدقوني كتجي رائعه. البنات اللي ما استعملتش هاد العجينه تقدر تستعمل العجين المكسر اللي كنقولوا ليه داك ديال لي طاغط العادي اللي بالزبده.
بحال الصابلي تقدري تستعمليه. انا هذه اللي كانت عندي المرقه واستعملتها. حتى بالعجينه الاخرى كتجي غزاله. يعني الحلول تقدري الا عندك عجين ما عندكش هاد العجينه ولا ما موجداش عندك تقدري تستعملي العجين الاخر اللي بحال الصابلي كيتسمى المكسر. المهم هنا فرشته مزيان ودابا غنقادها في الجناب. نغطي ليها الجناب هذوك ندير شرائط بحال هكا. هنايا البنات خاصكم شويه ديال الصبر باش تحاولوا تجيبوها مقاده وتجيبوها يعني تجي غير منظمه نظيفه في الشكل ديالها منظمه في الشكل ديالها. يعني راه ماشي شي حاجه معقده راه داكشي ساهل. صافي غير حاولوا تسدوا ليها البنات ديك الملاقيه فين كيتلاقاو سدوه مزيان باش ما تحلش ليكم بحال كترقعي شي لبسه بحال بحال هكا كتجي. صافي غادي نكمل هاد. انا راه ما غنضيع حتى حاجه في هاد العجينه. يعني هاد العجينه كامله البنات انا غنستعملها. اللي ما صدق هكا غيصدق هكا. نتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي نمشي بالخطوات شتي. المهم حاولوا نتوما ديروا الجناب كاملين العجين. انا استعملت هاد الموله البنات علاش حيت جاني ساهل. راه كاينين الدايرين حيت هو غير كتهزيه من التحت. هذا داك اللي كيتحيد ليه القاع ديالو وكتهزيه من التحت كتجي ساهله تحيد. سيرتو ملي كيكونوا فيهم هذوك الزواقات في الجناب في هاد لي مول كيشدوا شويه وانما هذا غير كدفيها كتحيد. راه دهنت هنا المول دهنته غير بالزبده. يعني ما درت ليه لا طحين حتى حاجه دهنته غير بالزبده صافي وفرشت عليه العجينه. شفتوا البنات غير بشويه عليكم. هنا كي قلت لك خاصكم شويه ديال الصبر باش تحاولوا تجيبوها هي هذيك نجي زعما منظمه في الشكل ديالها ونضيفه في الشكل ديالها. في هكا كتوركوا عليها في الجن هكا باش تطلع شويه. انا كاع لصقت ليا واحد شويه. المهم ها نتوما كتبقاو غاديين شويه بشويه البنات عليكم. يعني بحال هادشي كيبغي الخاطر فهمتي. بحال هادشي كيبغي الخاطر ضروري انت يعني ملي غديري هادشي ديريه وانت يعني مساليه ما تابعك حتى حاجه. صافي كنبقى نورك عليه هكا وكنورك على دوك الجناب مزيان باش يتسدوا ليا دوك الملاقيات يتسدوا مزيان باش ما تخرجش ليا العماره منين غادي نديرها. شتو كيجي بحال هكا. انا دابا غادي نتكو بشوكه. ضروري 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 البنات تكو بشوكه. هادشي اللي شاط ليا راه ما غاديش يضيع البنات. هادو كله غادي نستعملو. شو كاع البنات اللي ما مقادينش قدوهم. من ما بان لكم شي بلاصه ما مقداش قدوها. هي كي قلت لكم باش ما تحلش خاصها ضروري تلصق مع اختها باش ما تحلش. صافي غادي نجيب شوكه غادي نتكها كلها باش ما تنفخش. خاصها ضروري يخرج منها الهواء. تكوها البنات مزيان وتكو حتى الجناب حتى هما باش كي قلت لكم ما تنفخش ليكم تبقى شد محافظه على الشكل ديالها كطرطه ما تنفخش وتولي بحال الخبزه منفوخه. فهمتوا كيفاش. هذا هو علاش هذا العجين ضروري خصو يتثقب. انا لما غندخلها الفران دابا لما حتى شي حاجه غادي نجمع كلشي وغنعاد ندخلها الفران. شفتوا كلشي تقبته بالشوكه باش يجيني ساهل. شفتوا هانتوما كي كتجي دابا كتجي كلها بحال هكاك. اوكي هنا غادي نجيب داك راه الخليط ديالي كي قلت لكم راه كان في الثلاجه باش يتجمع ليا شويه. خليوها البنات هكا. راه كي قلت لكم الا تقلتوه شويه كينشف اللوز. دابا في هذه نتوما غتشوفوا في الاخير كتجي معلكه يا البنات. كتجي معلكه. حاولوا ما تقلوش اللوز بزاف خليوه شويه بحال هكا. شفتوا العجينه راه الخليط راه ما جاريش شاد راسو. شفتوا حيت الا تقال ونشف غادي يجيكم قاصح في العضه. ما غاديش يجيكم ديك التعليكه الزوينه اللي ديال بحال البريوات. انت كيفاش دابا هاد العقده كتجي تقريبا بحال ديال البريوات. اللي ما بغاتش دير طحين دير نشا. تقدري تعوضي بنشا غير ونشا بحال اللي كيعطي واحد الطعم في شي شكل. فهمتي كيفاش كيجي واحد الطعم في شي شكل فيه. جربتها بنشا ما عجبتنيش. اللي ما بغاتش دير بحال دابا الطحين تزيد اللوز. كل شيء ممكن. فهمتي كيفاش. اللي ما بغاتش دير الطحين دير اللوز. انا ديك المعلقه ديال الصغيره اللي كندير غير باش داك السوائل اللي كيكونوا في البيض كيكون في الزبده كيكون فهمتوا كيدير ما يفزقش ليا العجينه ما ينديهاش. فهمتي كيفاش. وانا غنوريكم التصويره ديالها حتى الغد ليه فاش قطعتها وغتشوفوا كي جات. يعني الورقه ديالها بقات مقرمشه ما نداتش. هذه هي السر ديال هذيك المعلقه ديال الطحين صغيره. في هذه الكميه درت غير راك شفتوا درت غير ملفه. كي قلت لكم كنت كندير معلقه كبيره بان لي اللوز كينشف كيمص لي الزيت ديالو وداكشي ما كيبقاش معلك. صافي اضطريت انني نبقى نستعمل. يعني مع التجارب الواحد كيتعلم. يعني مع التجارب الواحد كيتعلم. صافي كندير لها ديك المعلقه الصغيره ديال الفورص
كدير صافي. هنا حاولت نستف الخليط كله مقاد في ديك على العجين. وهنا عندي داك التفاح الابيض هو اللي كندير ليه، هو اش نقول لكم، ما عرفت حتى سميتو، داك التفاح الكبير، هو حرش شويه، ماشي التفاح العادي. المهم اللي عرفت سميتها تكتبوا لي في الكومنتير انا تلفوا لي السميات. صافي كنستفو بحال هكا. مولفه كندير فيها المشماش، ما كانش عندي المشماش واجد، استعملت اللي ما عندهاش هذا استعمل بنان. اللي ما بغات دير الفاكهه نهائيا ما ديرهاش، كتجي غزاله غير هكاك، كتجي غير غزاله. والمذاق ديالها يا البنات والله لا صدقوني كيجي رائع، المذاق ديالها كيجي غزال. جربوها وردوا عليه وقولوا لي كي جاتكم. راه هذيك تحمر لكم وجوهكم قدام الضياف، يعني عن جد. غادي نعمرها كلها بهذاك التفاح اللي قلت لكم، حيت كيكون شي ديما واحد الفاكهه في الدار غير تالفه كتبقى كحال، ولا كتبدا تقدام كيقول واحد اللهم يصلح الحاجه، يعني ما تضيعش حتى حاجه، ما تضيع. يعني راه حنا جينا لواحد العصر ان ما بقيناش خاصنا نضيعوا، خص اي حاجه غتكال تستخدم ما تلاحش. هذاك الطرف الاول الكبير شوفوا البنات شنو درت ليه، قطعته بحال هكا بالموس، وانا غنغطي به العجينه، غنغطي به الفوقي ديالها. البنات ما تخافوش كلشي غيتدرج. نتوما غيبان لكم دابا هنا ان صعيب، هنايا حتى هو باغي شويه عاوتاني د الخاطر، ضروري تلصقوها بحال كتلحموا العجينه مع العجينه باش يتشدوا. وهذيك الجناب واخا ما يكونوش مزيانين دابا، من بعد غادي نغطيوهم، هانتوما غتشوفوا معايا. كتبقاي تجري العجينه وتلصقيها مع اختها وصافي، راه كتلصق بسهوله زعما، ماشي كدير ما تحطوش على المول. كنت كندير في الاول الغلط وكاك، دابا شتي وليت كنشدها مع العجينه، لحموا العجينه مع العجينه. شتي راه هي اصلا كتجبد وما كتقطعش البنات، راه ما كتقطعش، ما تخافوش منها، خدموا بها بكل بساطه وبكل اريحيه. صافي كتشدوا الجناب بحال كتلحموهم، كتلصقوهم كاملين وتبقاو غاديين معاهم. كي قلت لكم حتى هنا باغا شويه ديال الخاطر، ضروري تلصقوهم هكا. اللي تسد اللي ما تسدش ماشي مشكل، كلشي كي قلت لكم غيتدرج وكلشي غادي ما غيبقى يبان حتى شي عيب البنات. هنا نوريكم كيفاش. وهاد العجينه راه حتى حاجه ما غادي تضيع، هاد العجينه غادي ندير بها حاجه اخرى. العجينه الاخرى رديتها للثلاجه الفريغو، قلت حتى ندير بها كرواسه ولا ندير بها حاجه اخرى. المهم هانتوما البنات شتي واخا ما تسداش كامله، هانتوما راه غير هذاك شويه راه لحمها. هنايا درت قهيوه وشويه الحليب، ما كانش عندي البيض، درت غير قهيوه وشويه الحليب وخلطتهم. وهي القهوه نسكافيه ما كذوبش في الحليب بارد. المهم استعملت انا غير داك الماء، يعني فهمتي داك الحليب كي غيعطيها اللون. صافي كدهنيها كامله باش تعطي داك اللون الذهبي ديالها. نتوما المهم كتمشيو خطوه بخطوه البنات، شويه بشويه. يعني اللي عندها بيضه صفر بيضه تستعمل صفر بيضه مع نيسكافيه، ولا غير هو بوحدو. غير هو البيض من الفوق بعض المرات كيعطي ديك الريحه، يعني ضروري ديري ليه شويه رقيقه الخل. صافي انا هنا درت كي قلت لكم الحليب ونيسكافيه. مع النيسكافيه ما كي قلت لكم ما كدوش مع الحليب بارد. حاولت ناخذ غير داك الماء الملون، الحليب الملون. صافي كندير لها بحال هكا. وغادي نجيب البنات دابا من غنساليها كامله، غادي نجيب اللوز. هنا غادي ندير ليها اللوز البنات كله في الجناب، هنا غادي نغطيها باللوز بالجناب. ما درتش البنات اللوز ايفيلي. علاش؟ اللوز ايفيلي دغيا كيتحمر ودغيا كيطيب. نتوما غتشوفوا اللوز اللي عندي، اللي عندها هذاك كومكاسي المدور تستعملوا، عندها الطويل تستعملوا، عندها الانصاص تستعملوا. بغات دير اللوز كبير حبات وتحطهم في الجناب ماشي مشكل. هنا غادي نجيب انا اللوز باطوني اللي كتقولوا ليه اللوز باطوني، وغادي نغطي به، هو اللي كان متوفر عندي نستعملو. اللي بغات دير الجنجلان في الجناب ديرو، اللي بغات دير اي حاجه، المهم الجناب ديالها يضرقوا. اللي بغات كي قلت لكم لوز ايفيلي علاش ما استعملتوش، هو دغيا كيشد الطياب غيتحرق، هو باقي ما طابتش الطارطه. بالنسبه لهاد اللوز اللي كيكون غليظ ولا شي حاجه كيمشي مع الطياب نيشان مع الطارطه ديالنا. بيان نتوما غادي نستمر هكا. غادي ندير هذاك اللوز باطوني تمايا في الجناب، غندرق بيه كاع داك اللي قلتو نتوما عايب، ولا اللي مع البلاصه اللي ما عجبتكمش فيها وبغيتو تدرقوها غطيوها بهذاك اللوز. راه حتى اللوز انصاص كيجي فيها فن، ديري نص حدا نص كيجي غزال. اللي عندها الكاوكاو دير الكاوكاو، اللي بغات دير بيستاش دير بيستاش، على حساب اللوز غير كاشاره انك معمره باللوز. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان ووصلت لكم الفكره. اللي متواجد عندك في الدار استعملي. تقدري حتى دابا ما ديري ليها والو،
حتى تخرج ودهنيها وديك الساعه زوقيها باش ما بغيتي، ديري ليها الكوك، ديري ليها اللي عندك، فهمتي كيفاش؟ يعني كاينين اختيارات كثيرين. المهم انا هذه طريقتي اللي كندير ليها بزاف، كندير لها اللوز كنغطيها باش كتخرج واجده بلا ما نحتاج عاوتاني نزين الفوق العكز. شادي. المهم هكا غادي تكون، المهم قديتها هكا مزيان صافي. وغادي انا الفران شعلته على 350 فahrenheit اللي هي 180 درجه، شعلت لها غير لتحت، يعني تشعلوا على 180 درجه، شعلوا على لتحت راه كتدي حتى لهاديك 20 حتى 30 دقيقه على حسب الفران ديال كل وحده. يعني غير كتشوفيها الذهبات حمرات صافي عرفيها راه واجده. هانتوما البنات كي كتجي راه ما شاء الله يا البنات ما شهيتكم فيها، يعني راه كتجي رائعه. وبالنسبه لهداك الشيء اللي شاط راه ما غاديش يضيع، غادي هاد الطريف هذا اللي شاط غندهنو بهذاك ديك القهوه اللي كان شاط ليا، غندهنوه هكا. هانتوما البنات راه غير الطريف هذا اللي شاط، الاخر كي قلت لكم داك العجينه الاخرى ضيتها حتى ندير بها شي حاجه اخرى صافي هكا. وغادي باش غادي نديرو غندير فيها انا دوك لي باغيت اللي كنشريو بدرهم، كنا كنشريو بدرهم شحال هاد ما عرفتش ريال، دابا راه ولا الباغيت راه ولا ب 60 ريال ما عرفتش شحال على الله بشحال 5 دراهم، والله ما عمري شريته صافي. وغندير لي غير كسكر من الفوق باش كتجي ديك القرمشه ديالو صافي. هكا دهنت درت ليه السكر مزيان صافي. حتى حاجه البنات ما غتضيع، ما لا ضيع مع حنان. خصنا نسمي هاد القناه لا اللي تضيع. اي 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 صافي نقسمو على جوج وغادي نلويه، غنلويه بحال كنلويو دوك هكا غتلويه بحال الحنيش. عندهن بعدا لا طاحت ديك البلاصه ما دهنتهاش، ندير لها شويه ديال الزيت ندهنها باش ما يلصقولياش، باش نجمعهم في لاطه وحده وندخلهم دقه وحده، ما نحتاجش نبدا ندخل هادو بوحدهم هادو بوحدهم، يعني شاعله الفران ندخلهم بجوج. شي كيجي بحال هكا وكتلويه صافي، كتبقاي تلعبي بيه وكتلويه. ومنين تحطيه في اللاطه البنات حاولوا تشدوا داك الاخر ديالو الريوسه ديالو، حاولوا توركوا عليهم شويه في اللاطه باش يشدوا، وركوا عليهم شويه باش يشدوا باش ما يتحلش ليكم، كيجيو بحال هكاك شتي كيجي غزالين البنات هادوك. كيخرجوا كلاهم ليا الدار هما الاولين، قلت لهم ما تسنيتوش شتي كيجي بحال هكا صافي. كتوركوا عاوتاني على الجناب الفوقاني والتحتاني باش ما يتحلش ليكم هكا. وهذاك شويه تا هو ما غاديش نضيعو حيت هذا كيجي مقرمش، غنضبزو في ديك السنيده اللي طاحت ليا تما. انت قلت لكم لا اللي تضيع صافي وخليه بحال هكاك صافي البنات هكا. هما دابا غادي ندخلهم الفران، هما واجدين غندخلهم دابا الفران ونتلاقاو ان شاء الله منين يخرجوا. راه كيجيو رائعين البنات والله. ها انتم البنات شوفوا من خرج من الفران، شوفوا ما شاء الله كي خرجت. شو هنا تما تحلت ليا شويه ولكن معليش راه كلشي كيتصلح. ها انتم هادوك كيجاو ديك القهوه اللي بقات لتحت. ماش تيجيو مقرملين هادو، خداوهم الدار ما نورهمش لكم مازال خداوهم كلاهم. صافي هذه غادي نديمو ليها معكم. هاي دابا حطيتها انا حتى بردات ديموليتها. انتم البنات شوفوا الجناب ديالها، ما كنحاول نوريكم ديك التحت ديالها ولكن ما جاتنيش ديك اللقطه. شوفوا الجناب البنات راه محمروا وهذا راه ما محروقاش، راه غير داك القهوه. شوفوا الجناب ديالها كتجي رائعه يا البنات، وصدقوني كتجي معلكه. التعليكه اللي فيها يا البنات والله العظيم كتجي احسن من ديال البريوات. يعني بكل صراحه، يعني الطريقه هذيك المذاق اللي ديالها غزال. كليناها في يومين، نص كليناها في هاد النهار ونص كليناها الغد لي هادو. صافي وانا غندير لها غير ديك شويه العسل، غندير لها اللمعه باش ما تبقاش شاحفه. درت لها غير داك شويه ديال العسل. اللي بغات دير لها شي حاجه اخرى القطر كل واحد دير كي قلت لكم استعملوا الموجود. اللي عندها الكوفيتير تقدر تدهنها بكوفيتير، غير باش كديك الشحوفيه ديك النشوفيه اللي كتكون في الورقه في العجينه من الفوق ما تبقاش. صافي كتجي ديك اللمعه شويه بحال هكا. وها هي واجده وبصحتكم البنات وراحتكم، وان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. صافي قولوا لي جرباتها وهذا وتقول لي كي جاتها. انتم البنات راه كتجي راه اللي بغات تزيد ليها مازال اللوز من الفوق. انا راه اللوز بالي كله تشتت. اللي بغات تزيد ليها مازال اللوز من الفوق ديروا دابا فاش درت العسل وتزيد تزوقها، راه ما كاين حتى شي مشكل. يعني باقا انت تلعبي في اللي هاك. شوفوا البنات كي كتجي رائعه، باقا انت تلعبي بها كيف بغيتي. شفتوا الطبقات ديال الورقه كيجيو رائعين. انا نقطع معكم واحد شويه وشوفوا. هانتم البنات راه التقرميله ديالها رائعه، ديك التخشخ ديالها ما يعني يا سلام كتجي رائعه. هانتم البنات كتجي
غنوريكم كي كتجي التعليكه ديالها. راه التعليكه ما نعاودش لكم كي دايره. شفتوا اللوز وداك سميتو ديالها كي دار. ها نتوما البنات، ما قدرتش نوصف لكم يعني المذاق ديالها رائع البنات، صدقوني انها كتجي رائعه. ها انتم شوفوا داك اللوز، شوفوا البنات التعليكه ديالو غزاله 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 غزاله، كتحسي بها معلكه لواحد الدرجه، وحتى ديك معلقه كوفيتير عطاتها زادت لها التعليكه. شفتوا راه انت كليت هذاك الطرف البلاصه، شفتي كي كيجي اللوز ديالها معلك. المهم كنتمنى تعجبكم يا البنات الوصفه، وتردوا عليه الخبار وبصحتكم. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وشاركوها مع صحاباتكم، وتردوا عليه الخبار تقولوا لي كي جاتكم. يعني كي قلت لكم اللي ما عندهاش هاد العجينه دير العجين المكسر، اللي كاينين عاوتاني تقدري ديري هاد العماره في لي بغيوش. يعني العماره تستعمليها في بزاف د الحوايج، ديريها في لي بغيوش، ديريها في كرواسون، ديريها في اي حاجه عندك. ايوا وتقدميها في رمضان غتجي ساهله. ها انتم شوفوا كي كتجي. ها انتم راه باقا ما هذيك التعليكه ديالها كتجي رائعه البنات. هذا راه في نفس النهار. انا غنوريكم الغد لي عاوتاني كي كتجي. شوفوا كي كتجي فن ما يعني يا سلام. هانتوما شوفوا الغد ليه دابا، هانتوما في الصباح وبقى هي وبقى غزاله وبالتعليكه ديالها كتجي رائعه يا البنات. ايوا شكرا لكم بزاف البنات، وتهلاو في راسكم، والسلام عليكم.